السلام عليكم. انا دكتوره ندى الجرحي، مدرس مساعد في كليه الطب، والنهارده هتكلم معاكم عن شويه حاجات كده كان نفسي حد يقولها لي قبل ما اخش الكليه. انا جايه من اسره، يعني انا في عيلتي تقريبا اول واحده دكتوره، مش عيله ميديكال، يعني هو المعنى الكلمه دي دارجه عندنا في الكليات الطبيه. هل دي عيله ميديكال ولا لا؟ ليه بقى؟ لان العيله الميديكال بيبقى عندها زي ما يكون كده انسايت، او زي عندك رؤيه عن اللي جاي. انا ما كانش عندي الرؤيه دي. انا كل اللي كان في دماغي وانا داخله الكليه، انا بقيت دكتوره، انا اشطر واحده في العالم وفي الكون، وانا ان شاء الله هساعد الناس وهبقى دكتوره شاطره. انا ان شاء الله هاخد تخصصين وهطلع جراحه نسا وجراحه اورام عشان يبقى معايا 2 تخصص، ابقى تنينه التنانين. طبعا محدش قال لي انه هو الكلام ده ممكن يتعمل، بس يعني بعد 20 سنه من الشغل عشان خاطر ابدا اعمل التخصصين مع بعض يعني. فالفيديو ده انا هتكلم عن ايه الحاجات اللي كنت اتمنى حد يقولها لي قبل ما اخش الكليه. اول حاجه 7 سنين. 7 سنين يعني عادي، 7 سنين احنا كده كده هنقعد نذاكر، بس هو في الحقيقه يعني هتقضيهم وانت متقدر. بمعنى ايه؟ انت وزميلك كنتوا مع بعض في ثانويه عامه، دخلتوا كليات، انت عندك 18 سنه وهو عنده 18 سنه، هو دخل كليه من 4 سنين، شقلب وقلب او مش قلبش وقلب، وبقى ناجح وتنين برضه بس في مجاله. بعد 4 سنين بقى خريج قد الدنيا وبيدور على شغل. انت بعد 4 سنين هتكون فين؟ هتكون في كليه الطب لسه، هتكون لسه في سنه رابعه بتخلصها وبتبدا في سنه 5. طيب صاحبك ده بعدها بسنه او سنتين ممكن يتجوز ويخلف عادي، ما هو بقى بيشتغل بقى وعنده قبض. انت هتكون فين بعدها بسنه او سنتين؟ هتكون لسه في الكليه برضو، بس هتكون طبيب امتياز بيقبض 2000 جنيه. صاحبك ده خلاص هو خلص مذاكره وعايش حياته، انما انت لا، انت بتذاكر، انت عندك امتحان، في وراك امتحان بكره، في وراك امتحان الاسبوع الجاي. فالكليه صعبه بصراحه. الماتيريال يعني اول حاجه مده ال7 سنين كتير، هم بقوا 5 وسنتين بس برضه هم كتير. تمام، انت اغلب ال7 سنين دول انت بتذاكر. وبعدين ارجع واقول هي كليه الطب، وانا قلت الكلام ده كذا مره، كليه الطب هي كليه راس مالك مخك. انت كل ما انت بتقرا وكل ما انت بتتعلم وكل ما انت بتذاكر كويس هتبقى دكتور كويس، هتبقى دكتور شاطر، وهتبقى دكتور عندك عيان يثق فيك. فبالتالي انت لازم تذاكر، ما هي ما فيهاش فن وما فيهاش فصال، لازم هتذاكر ولازم هتقضي اغلب وقتك بتذاكر، لان هو ده راس مالك. فاذا هم 7 سنين بتقضيهم مذاكره وامتحانات، مصيف، عيد، رمضان، عيد قومي، عيد اضحى، عيد المسيحيين اخواتنا، هتذاكر وهتمتحن، ما فيهاش فن. اقول لك حاجه، عيد المسيحيين هم بياخدوا اجازه واحنا بنمتحن برضه عادي. خلاص. ف في مجهود كبير بيبذل جدا في الدراسه. عشوائيا كده كنت شفت ريل على الانستجرام، واحد كده مجنون في دماغه يعني، بس مش عندنا في مصر، خد هندسه وخد طب، وسالوه ايه الاصعب؟ قال لهم طب. مش بعيد في هندسه، بس يعني ده للعلم بالشيء. الطب الماتيريال كتير، حفظ كتير، مذاكره كتير، قرايه كتير، محتاج ان انت يبقى عندك تايم مانجمنت سكيل، او سكيل اداره الوقت، عشان تعرف تعدي كويس وتجيب درجات كويسه. طب اتكلمنا عن عدد السنين الدراسه، واتكلمنا عن كميه المذاكره الرهيبه، واتكلمنا عن الامتحانات التي لا تنتهي. رابع حاجه خلينا نتكلم عن التزاماتك الاسريه. انت محتاج في الفتره دي عيله سبورتيف، عيله تعرف تفهم ظروفك، ان انت مش هتعرف تروح معاهم الزياره الفلانيه عشان عندك امتحان، او مش هينفع تستقبل الضيوف تقعد معاهم كتير عشان عندك امتحان، او مش هينفع تبادر في مصاريف البيت عشان انت لسه طالب، او مش هينفع تشارك في اي حوار عشان انت بتذاكر. هتشارك على قد ما تقدر، بس انت مش هتبقى فرد فعال في الاسره لمده 7 سنين عشان انت بتعمل ايه؟ بتذاكر. خلاص. فانت محتاج يبقى معاك عيله سبورتيف، او لو انت او انتي متجوزين يبقى زوجه او زوجه سبورتيف. ولو اني يعني انفي فكره ان انت يعني او شيء بعيد ان انت تبقى متجوز وانت لسه في الكليه، بس جدلا يعني. طيب يبقى رابع حاجه السبورت من العائله. برضو محدش قال لي ان انا مش هبقى فرد فعال قوي، او ان انا يعني انا فاكره في رمضان انا كنت قاعده لوحدي في مصر واهلي كلهم مسافرين وانا قاعده ليه؟ عشان عندي امتحانات. فده شيء يعني حقيقي وموجود. طبعا انت متخيل طبعا بعد الكلام ده انت هتكون سعيد ومبسوط؟ والله على حسب ايه هي مدى قدرتك على التحمل. كلية الطب كلية ستريسفول، كلية فيها ضغط، كلية فيها اكتئاب، كلية فيها ضغط عصبي ونفسي،
وبعدين احنا الشخصيات اصلا اللي هي ضغطت على نفسها جامد عشان تجيب اعلى سكورز فدخلت كليه طب، احنا عندنا الحته دي، احنا اصلا قلقين، احنا اصلا البيرسوناليتي تريتس او الحاجات اللي موجوده في شخصياتنا كناس هاي اتشيفرز، احنا بنميل للقلق وبنميل للاكتئاب، ومش مش ناس مفنفنه في حقيقتنا. قليل مننا اللي بيبقى مفنفن وعارف يفنفن نفسه او عارف يمرح ويلهو وهو عادي بيذاكر وبيأدي برضه كويس. فبالتالي كليه الطب كليه ستريسفول وكئيبه، يعني الا لو انت عندك الوعي الكافي ان انت تخليها مش كليه ستريسفول. لان زي ما بقول لك، لو انت بتروح الكليه كل يوم وبتذاكر فجاه هتلاقي نفسك ان انت حياتك تتمحور حوالين الكليه ومش عارف تطلع نفسك بره هذا القرف. فانت لازم تتعلم جوه الكليه ازاي تخلي في حياتك نوع من انواع الترفيه عشان خاطر ما تكتئبش وما تدخلش في اكتئاب. بس لو احنا دورنا على النت، يعني نسبه الاكتئاب في الطلبه نسبه عاليه. واحنا صغيرين في الكليه عملنا ريسيرش ايه هي نسبه الاكتئاب في الطلبه، وطلعت تقريبا على ما اتذكر 25% ل 30%، يعني ربع الطلبه لثلثهم مكتئبين او على شفا من الاكتئاب او بيرنت اوت، يعني لو قلنا حاجه اقل من الاكتئاب شويه. فبالتالي كليه الطب صعبه. اخر حاجه اللي هتكلم فيها ان كان اتمنى حد يقولها لي موضوع الماديات. والله انا في رايي كليه الطب في مصر اللي بيتخرج منها دكتور، وانا اتكلمت عن الموضوع ده كذا مره، شوفوا الفيديوهات، اللي هو اللي بيخش كليه طب ومتوقع ان هو هيكسب اول ما يتخرج ده غلطان. انت هتكسب وهتكسب كويس ان شاء الله، بس بعد شويه، يعني لما ان شاء الله تبقى مشهور وعندك عيادتك ومعروف وكده. وفي رايي برضو بعد شويه ده اللي هو عند سن كام؟ من سن 35 ل 40. طيب ده الافريج اللي انت تبدا تكسب فيه كويس. قبلها لو انت بابا ماما عندهم عياده او ساندين ماديا، خلاص ان شاء الله سكتك مفتوحه يعني. لكن لو مفيش، لا، هتاخد وقت عشان تكسب ماديا. فده ياخدنا للنقطه اللي بعدها، هل هي مجزيه ان انا اخش جامعه كليه طب خاصه، جامعه خاصه مجزيه ماديا؟ هل هعرف اعوض اهلي الفلوس؟ لا يا حبيبي، مش هتعرف تعوض اهلك الفلوس غير بعد فتره من الزمن. طيب ده جوه مصر، لكن لو بره مصر لا، لو بره مصر انت ان شاء الله هتشتغل وتعوض، مفيش مشكله. لو انت يعني هتعرف توفر 1,000,000 إلا ربع كده دراسه زائد معادله، او 1,000,000 جنيه دراسه زائد معادله فتسافر، هتعرف ترجع ال1,000,000 ده في خلال 3-4 سنين شغل، مش حوار يعني. انما في مصر صعب بصراحه شويه. فدي المسائل الماديه. طب احنا اتكلمنا عن السلبيات، او اتكلمنا عن الحاجات اللي هي كانت معميه عني او اللي كنت اتمنى ان حد يقولها لي قبل ما اخش كليه الطب. ايه الحاجات اللي ما كنتش اعرفها ودخلت لقيتها؟ الطب دراسته ممتعه على فكره، في حاجات كتير ممتعه جدا في الدراسه، بتخليك انت تقول سبحان الله، يعني تتفكر، بتخليك تبقى عايز تعرف اكتر، عايز تعرف ده بيحصل ازاي، بتخليك تتعلم ازاي تبقى اناليتيك، تبقى شخصيه بتعرف تعمل تحليل للامور، بتخليك يعني انترستد بصراحه. يعني مثلا انا لما كنت بروح معمل التشريح كنت بنبهر بصراحه من الجثث او من المودلز، او لما كنت بروح معمل الكيمياء الحيويه واعمل الحاجه بايدي وبنبهر. فهو كعلم هو ممتع، هوش علم، لا هو علم ممتع، وبيبقى احساس حلو ان انت بتدرس حاجه بتفهم جسم الانسان بيشتغل ازاي. هي الفكره بس ان هو كتير. تاني حاجة برضو ما كنتش اعرف انها موجودة بس اكتشفتها، وهي التعامل مع العيان. لما تلاقي العيان محتاجك ومعتمد عليك، فانت تديله المعلومة الصحيحة وبتعرف توفر له العناية الصحيحة. لو حتى انت مش عارف تعرف توصله للدكتور الصح او بتحس بقى يعني بإيفوريا خطيرة بصراحة. الجراحات نفس الكلام. انا اول مرة دخلت عملية جراحية، يا نهار ابيض على الإيفوريا، حاجة في منتهى الروعة بصراحة، سبحان الله. يعني ببقى كده منبهره وفي قمه سعادتي، حتى لو هقف 12 ساعه على الترابيزه ما بعملش حاجه، ما بديش ايدي بتفرج بس، تحفه. طبعا يعني احنا بنتكلم على بني ادم، بس انا بتكلم ان الطب كدراسه وكممارسه حاجه حلوه، حاجه لذيذه على فكره. فعشان ما بقاش برضو انا بجيب الجانب السيء، لا بجيب الجانب الحلو برضو. هي الفكره بس خش وانت عارف انت هتدخل في ايه بس. واتفرجوا على الفيديوهات بقى كتيره جدا عن المذاكره، والمفروض نعمل ايه في سنه اولى. في كذا فيديو انا حطاه، مذاكره سنه اولى بتبقى عامله ازاي، المستلزمات بتاعت سنه اولى هحطها لكم في الديسكربشن بوكس اللي تحت. ولو حد عنده اي سؤال يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم الفيديو الجاي.